وديك الساعه الوالدين ديالي بداو كيعرفوا ان راه هذا المجال هذا يعني خاصنا ناخذوه بجديه. واش فكر يوسف شي نهار يحبس هاد الكارير هادي؟ سالي التجربه ديالي كلاعب نادي الرجاء الرياضي، واحد الفريق اللي بغيته وانا صغير بزاف. لقيت زيرو دعم، زيرو حاجه رسميه من يعني هاد الجمعيات هادو اللي كتهضر عليهم وزاره ولا اي حاجه اخرى. إذا مرحبا بكم متابعي قناه ستاديو على اولى حلقات بودكاست كره وكلام. ضيفنا اليوم هو يوسف شريف، اول مغربي وافريقي وثاني عربي يصل الى نصف نهائي كاس العالم للالعاب الالكترونيه. يوسف شريف مرحبا بك معنا. شكرا على الانفيتاسيون خويا، وشرف لي نكون معكم اليوم. بارك الله فيك. مرحبا يوسف شريف. اذا ندوزوا البدايات، نتعرفوا عليك بشكل اعمق. يوسف شريف، انا اول حاجه نبغي نعرفها هو راي والديك، العائله عموما، قبل وبعد الانجاز التاريخي. فاش تنقول يوسف شريف وصل نصف نهائي كاس العالم، فهذا يعني رقم ما يقدرش حاليا ما قدرش يوصل حتى شي مغربي، فهناك انجاز. يعني النظره ديال العائله قبل وبعد الانجاز نبغي نعرفوا شي كامل. الصراحه بحال اي عائله مغربيه كيكون واحد الضغط ديال الوالدين في الاول اللي كيقول لك يعني القرايه هي الاساس. هذا اللعب كيبقى شيء ثانوي ومضيعه ديال الوقت. دونك مع الوقت بشويه بشويه كنعقل في 2022 كانت عندي 17 عام، تما كنت كونفوكيت اول مره السيليكسيون ديال المنتخب المغربي اللي دارت اول مره، كانت ديك الساعه في فيفري 2022. وكان عندي الباك داك العام، يعني كنعرف واحد العام اللي حاسم في المسار الدراسي بزاف. وصراحه الحمد لله انا قديت نجاري ما بين جوج ديال المجالات. وديك الساعه الوالدين ديالي بداو كيعرفوا ان راه هذا المجال هذا يعني خاصنا ناخذوه بجديه، حيت كيشوفوا ان الابن ديالهم ولا يعني كيتكونفوكا ما بين 8 ديال احسن اللاعبين في المغرب باش يريبريزونطي المنتخب الوطني في واحد لاج اللي صغير. ففي ذاك العام بداو كياكسبتاو الفكره ديال الاي سبور، وخصوصا في اللعبه ديال اي فوت اللي هي فيفا اللي ولات اي اف سي دابا. دونك الحمد لله مع الوقت بدا طبعا الربح كيتزاد حتى هو، بزاف ديال الحوايج كيتزادوا، الناس ولاو كيعرفوني اكثر واكثر. فهذا هو المسار اللي كان باش قديت نغير الوالدين ديالي الفكر ديالهم من انهم ما كانوش كيقبلوا الايسبور لانهم ولاو كيقبلوه، وفخورين بزاف بهادشي اللي حققت الحمد لله. جميل. اذا كان ما غاديش نقولوا كان سخط، لكن كان شويه ما كرهوش تزيد تفوكس اكثر على قرايتك، لكن فاش شافوا الانجاز حقيقي يعني التطبيقات على ارض الواقع والنتائج على ارض الواقع، يعني تحول داك الشيء الى دعم. جميل. اذا على التحديات والانسحاب كذلك بعد هذا الانجاز الكبير، ضروري يوسف شريف يدوز من ضغوط، من ضيبه في حياته. كذلك عندك ضغط كبير في حياتك بسبب انك تواكب بين الاسره، بين التحديات ديال اللعب، التحديات ديال القرايه، التحديات ديال السؤال الكبير ديال اي شاب شنو غندير في حياتي. واش فكر يوسف شي نهار يحبس هذا الكارير هذه؟ جاك واحد النهار داك خاصني نحبس؟ صراحه هادشي زوين وفيه واحد يعني شي حاجه باغيها، لكن خاصني نحبس. فاش غنقول لك انا قبل كل شيء، انا يعني الحياه ديالي من نهار تزاديت نهار عاقل على راسي وهي كدور على كره القدم يعني. وين فوا كتكون انت مولوع بالكره، كتبغي تلعب غير الكره في الزنقه، كتلعب الكره. كنت لعبت الكره مع النادي الفتح الرياضي، الهلال الرباطي، بزاف ديال الفروق. كنتفرج غير في كره في الشارع، فين ما مشيت كنت كنلعب غير كره، كنتفرج غير في كره. يعني اوتوماتيكمون هذه كتولي واحد الهويه. وانا مع الوقت يعني مازال عاقل، كانت عندي واحد 4 سنين 5 سنين وليت كنطبقها كيف ما كنقولوا على الشاشه، يعني على الاجهزه ديال البلاي. دونك كانت عندي 4 سنين 3 سنين صافي دك في ديك البليه ديال اللعب، وخصوصا لي جو ديال الكره اللي كنت تبليت بهم بزاف. وكنت كل عام ضروري نهار الخرجه خاصني نشري لو جو، حيت كل عام كيتخرجوا نوفيل فيرسون ديال لو جو كيف ما كنعرفوا من فيفا 94، وكل عام كيخرج 95 96 وهي غادا حتى لدابا حنا في 2026. دونك كل عام نهار اللي كتخرج خاصني ضروري نكون اول واحد خاصو يمشي يشري لو جو. وبقات الامور غادا بحال هكا عام ورا عام، ديما النيفو كيطلع. واش غنقول لك بالنسبه للفتره اللي فكرت نحبس فيها، هي في البدايات ديالي كاع، يعني في السيزون ديال 2021 2022 اللي كان لو جو ديك الساعه ديال فيفا 22.
داك الفتره اللي بديت انا في الاول د العام كنت كلاسي الثالث عالميا وكنت كنلعب غير اونلاين وكانت شي حاجه اللي كبيره بزاف وكنت كنتقاتل يعني مع اكبر اللاعبين في العالم بامكانيات ضعيفه جدا وكتقول باللي واش راه غنبقى نلعب ديما بحال هكا راه زعما جامي غادي تبدل هكا راه ديما غتبقى تنافس احسن اللاعبين بواحد لي موين اللي ضعاف بزاف كو حيت لو مود اللي كنلعبوا فيه حنا في فيفا سميتو الالتيميت تيم وهذا المود كيف ما كنعرفوا خاصك ضروري تصرف فيه الفلوس باش انك تقدر يكونوا عندك اللاعبين اللي كتبغي باش تقدر تنافس بهم حيت الا كانوا عندك لاعبين كثر فراه هي اسهل وسيله باش انك تقدر تطلع في النيفو ديالك. انا واحد النهار كنت مازال عاقل حطيت واحد لي ستوري سوغ لي ريزو سوسيو اللي كنقول بلي انا صافي غادي نحبس حيت راه ديك الساعه ما كانش المغرب مازال ما عنده الاحقيه انه يشارك في لي طورنوا اوفيسير وداك الشيء دونك قلت صافي راه غنحبس حيت هادشي عمرو غيتبدل غنبقى ديما نلعب بحال هكا بلاعبين الا بغينا نقولوا دي موين اللي ضعاف بزاف وما عمر غادي تبدل شي حاجه مثلا عاقل نهار حطيت هاد البوست وهاد لي ستوري في مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل كبير مع الجمهور. تفاعل كبير وعمري ننسى الشخص اللي جا عندي وقال لي شوف راه جايين واحد الحوايج كبار من واحد شهرين غير خليك صابر اللي هو الصحفي ديالنا الكبير اسماعيل الصفراوي كنوجهوا ليه التحيه من هنايا اللي كان جا وقال لي شوف حنا راه تايقين فيك وغير صبر راه من هنا واحد الشهرين جايين بزاف ديال الحوايج كبار ودعمني بزاف والحمد لله ابار اسماعيل لقيت دعم من بزاف ديال الناس في لا كوميونيتي اون جينيرال ديال الايسبور ديال الرياضه وديال الجيمنج والحمد لله فرحان حيت انني سمعت اليوم حيت شهرين من بعد تمت المنادات عليه في اول ايكيب ناسيونال في التاريخ ديال المغرب ديال فيفا. تبارك الله تبارك الله جميل. وشنو السبب اللي يقدر يخليك تحبس؟ سؤال نقدر نقولوا سابق لاوانه لكن نبغي نعرف شنو يعني الاشكال العائق الحقيقي اللي يقدر يوقف قدام يوسف الشريف اللي يخليه يحبس. باش تحبس صراحه صعيب حيت يعني هذه واحد الحاجه انا ما كنتخيلش راسي غادي نحبسها لانه كابر بها يعني كتشوف شي حاجه من نهار كانت عندك 4 سنين 3 سنين كتعقل على راسك كنت كل نهار كديرها كل عام يعني شي حاجه اللي نقدروا نقولوا يعني مع الوقت كنقص شويه الشغف ما كتبقاش نفس لونفي ديال اللعب هذه حسيت بها الصراحه ولكن باش نحبس انا راه يلاه بادي جوبونس دابا هذا في النيفو بروفيسيونيل هذا يلاه ثاني عام ديالي دونك مازال بزاف ونقدر نقول لك نحبس نهار ندي كاس العالم وراه نقدروا نفكروا في ان شاء الله هذا السوجي هذا لان هذا كيبقى هو اكبر هدف عندي واكبر حلم باغي نحققه وهذا املنا كذلك كمغاربه ان شاء الله. نبغي نعرف واحد الحاجه اللي اتمنى انني نجلس مع شي واحد تيلعب الاي سبورت ونسول هذا السؤال. يوسف واش هذه بيزنس ولا هوايه؟ بالطبع تنهضروا مور الانجاز مور الانجاز ويعني $70,000 راه رقم كبير صراحه وتا قبل الانجاز يعني راه كانوا بزاف ديال المداخل في ذاك العام اللي كان قبل الانجاز نطمئن اننا كنا شاركنا مع المنتخب الوطني في كاس العالم في الرياض السعوديه ديال المنتخبات الحمد لله قدرنا نكونوا كارت فيناليست فيها حتى حققنا فيها واحد مبلغ كبير يعني الصراحه من تما بدا هادشي كيتعتبر بيزنس بالنسبه ليا وفي الاول راه كيكون هوايه عند اي واحد ولكن من فوا كتولي تشوف راسك تحقق واحد الربح مالي منه فراه كلشي كيتبدل كتشوف باللي هذا راه ولا واحد المصدر ديال العيش ومصدر ديال الربح اللي كبير بزاف والحمد لله من بعد الانجاز تطورت القضيه بزاف فيكو جاو عندي بزاف ديال لي سبونسور وسورتو كنبغي نحيي اورانج وريد بول على الثقه ديالهم اللي تاقوا فيا كنبغي نحيي فريق ديالي اول جيمرز اي سبور اللي كنتاق فيه حتى هو وديما كيكونوا دي كولابوراسيون كيكونوا بزاف ديال الحوايج اللي كيخليوك انك ديما تحقق واحد الربح من هذا الشيء هذا واحسن حاجه كاينه بالنسبه ليا كتجيني هي تحقق الربح من الحاجه اللي كتبغي من الهوايه ديالك فرا نقدر نقول لك دابا انها هوايه وبيزنس ولكن يمكن دابا ولات بيزنس اكثر من هوايه بالنسبه لي. صحيح. والميدان واش زعما حقيقه واش فيه فلوس بصح واش هو ميدان مربح او يعني تنشوفوا بطولات تيكونوا سنويه بعد ما تيكونوا بطوله في 4 سنين بطوله في عامين يعني ما يمكنش الانسان يبقى الى اعتبره بيزنس ما يمكنش يبقى واقف كيتسنى 4 سنين 3 سنين صحيح تيكونوا بطولات انيه يعني على طول العام لكن واش بصح حقيقه الميدان مربح هو
بالنسبه لي كنشوف بلي هذا الميدان مربح 100% صراحه، حيت من بعد اخر الارقام اللي كانوا خرجوا كنت قريت باللي المجال ديال الجيمنج وديال الاي سبور كيحقق ارباح اكثر من اي مجال واحد اخر، من ناحيه الشيف دافير، فات السينما، فات بزاف ديال المجالات. دونك اوتوماتيكمون ملي كتشوف بحال هاد الارقام هادي راه كتقول باللي راه كاين الربح، اكيد ان كاين الربح في هذا المجال هذا. والحمد لله اننا دابا ولينا كنشوفوا بزاف ديال الاستثمارات جايين في الطريق في المغرب، ونتمناو ديما نبقاو نشوفوا المغرب غادي في تطور كبير في هذا المجال هذا، لان فيه فرص العمل، فرص الشغل، فيه بزاف ديال الارباح، مجال مربح بزاف. دونك نتمناو اننا نشوفوا هذا المجال ديما غادي في تطور. نعم جميل. بغيت نربط بين المساله الاولى والمساله الثانيه ديال ميدان مربح، والسؤال ديال يوسف الشريف واش فوقاش غي شي نهار يفكر يحبس، واش تشوف انه يعني مستقبلا باغي ديرو خدمه رسميه او باغي تبقى انسان حر يعني ما يرتبطش مهم. أه ما كرهتش صراحه من هنا لقدام انه يكون واحد الميدان اللي غنخدم فيه. الحمد لله بحكم التجربه ديالي حتى لدابا، واخا ماشي كبيره بزاف، يلاه بادي في عالم الاحتراف، ولكن ما كرهتش ان شاء الله ملي نسالي التجربه ديالي كلاعب نكون في شي بوست اللي غيخليني نتكلف بالامور ونجيري، ولا نعاون بالتجربه ديالي الناس الشباب اللي غادي نكون خديت في بهاد التجربه ديال اللاعب. وحيت راه المجال ما كيعرف ليه من غير هذاك اللي كيكون اكسبير فيه. يعني بالنسبه ليا دونك كنتي بروفيسيونيل في واحد الدومين، راه انت هو غتكون الانسب باش انك تشد شي بوست اللي كبير في ذاك الدومين، حيت كتكون عندك واحد التجربه واللي غادي تفهم الناس اللي داخلين على داك الدومين، سواء لاعبين، مؤطرين، مدربين، الناس اللي باغيين يعملوا. دونك بالنسبه لي ما كرهتش نخدم في وسط داك الدومين صراحه. جميل. في الحقيقه نرجعوا للانجاز، وانا ربطت انجازك في الاول مع التيشيرت اللي كنتي لابس، وانا قلته غير مغربي وانما ارتباط عنده بالرجاء. الرجاء وقصه العشق، علاش الرجاء المغربي؟ علاش الرجاء؟ ديما كيجيني هذا السؤال هذا. اش غنقول لك، يعني نادي الرجاء الرياضي واحد الفريق اللي بغيته وانا صغير بزاف، بحكم ان كانت عندي العائله ديالي يعني ساكنه في كازا، وكنت الاغلبيه ملي كنت صغير الاغلبيه ديال لي ويكاند وداك الشيء فوق ما كتكون شي عطله كنكون في كازا. وكان عندي واحد ولد خالتي رجاوي، وهو اللي بديت كنشوفو كيوريني ديما الرجاء، اللعابه، الجمهور، وصافي. وانا ديما كنت مهتم بفريق الرجاء، يعني كان كيعجبني اغاني ديالهم وداك الشيء. مع الوقت يعني كان واحد الشخص اللي تزاد في سنه 2004، يعني عشت الحقبه ديال كاس العالم للانديه في 2013 بزاف. سورتو كان عندي واحد الجفاف مع المنتخب الوطني، ما كنا كنعانيو الصراحه مع اقصاءات في كاس افريقيا، بزاف ديال الاخفاقات. باقي كنعاني. المهم تطورنا شويه، كنشوفوا الكره المغربيه تطورات. مي في ذاك الوقت 2013 الصراحه بديت كنتبع كره من 2010 2011، كانت عندي 6 سنين 5 سنين، كنت مازال صغير ولكن كنت كنفهم بزاف صراحه واخا هكا. وكما قلت لك دوزنا بزاف ديال الاخفاقات، وملي جا داك الانجاز ديال الرجاء في 2013 في كاس العالم حسيت بواحد الفخر وواحد الانتماء كبير للرياضه المغربيه عامه، ماشي غير الكره. يعني كنت فخور بزاف كتشوف فريق بحال الرجاء اللي يقدر يوصل للنهائي ديال كاس العالم للانديه ويلعب ضد البايرن، والملك الله يخليه لينا جا للتيران وتفرج في الرجاء، يعني كتبقى شي حاجه اللي واعره بزاف وافتخرت بها بزاف. نقدر نقول لك من تما بالضبط ان صافي دقات فيا البرا ديال حب الرجاء، وكان واحد الحلم كبير انني نشوف شي نهار راسي مثل الرجاء في اي حاجه، ولقيت راسي مثل الرجاء في الهوايه ديالي اللي هي الايسبور. فخور بزاف انني وصلت معاهم المرتبه الثالثه عالميا، وخليت نادي الرجاء يكون اول فريق عربي وافريقي ومغربي غادي يوصل لهذه المرتبه هذه، وخليت الرجاء يكون اول فريق مغربي وافريقي غادي يكون عنده اللوغو ديالو وسط لو جو ديال فيفا العام اللي فات الحمد لله. دونك كتبقى شي حاجه اللي كبيره بزاف، واخا مالوروزمون لقينا مشاكل كبار مع الرجاء
من بعد ما وقعنا العقود وداك الشيء. المهم هذا واحد السوجي كبير اللي ديما كندوي فيه، ولكن ما عندنا ما نديرو. جميل. بغيت نرجع يوسف لهاد النقاف هذا السوجي ديال الرجاء. بغيت نعرف كيفاش طريقه الاحتضان الرجاء ليك، فهمتي؟ فوالا كاين عشق، كاين علاقه، كاين حب، لكن كيفاش الرجاء قبلات وعرفات يوسف الشريف وثقت فيه انها تعطيه لوتوني ديالو انه يمشي يشارك به؟ صراحه النهار الاول انا مازال عاقل من بعد الانجاز ديالي في لندن في 2023. تما قديت نحصل المرتبه 24 عالميا، كاول مغربي وكاول افريقي مره اخرى. وتما بداو لي كونطاكت الاسم ديالي كيدور حتى لواحد النهار يعني ملي تانونسات البطوله غادي تكون اتصل بيا السي عبد الاله الابراهيمي كالناطق الرسمي باسم الرجاء، وقال لي بغيناك حنا كنعرفوك حب ديالك للرجاء وداكشي وبغيناك تمثل لنا. وقال لي راك بغيتي تمثل الرجاء؟ قلت له اييه وهذا راه حلم عندي وداكشي، كنت فرحان بزاف. وهكا جات الامور والحمد لله. موراها من بعد ما قديت نحقق انا و تيم ميت ديالي ايمن الازامله قبل اول بطوله في تاريخ المغرب ديريكتومون تم المنادات علينا من طرف النادي ووقعنا عقود احترافيه مع نادي الرجاء اللي مالوروزمون ما تمش احترام ولا حق من دوك العقود. ونهار مشينا سولنا على راسنا العام اللي فات عند الرجاء، قالوا لنا بالنسبه لنا نتوما ماشي لعابه ديال الرجاء نظرا لشي مشاكل كانوا طراو في ذاك العقد. وبقى فينا الحال بزاف وصراحه ما تقبلتهاش، ولكن ما عندنا ما نديرو. كتبقى فرقه اللي كبرتي معاها غير كاين بعض المسيرين اللي كما كنقولوا ما عطاوناش حقنا وهذا الشيء اللي كاين. والحمد لله على كل حال، وحنا ديما غادي نبقاو نبغيو الرجاء كيف ما كان الحال، كيف شنو ما طرا حنا ديما غنبقاو رجاويين. حتى شي واحد ما غادي ينقص لنا من هذا الحب اللي عندنا لهذا الفريق هذا، ونتمنوا الخير من هنا للمستقبل. وعلاش لا نمثلوا الرجاء مره اخرى، راه كيبقى اكبر شرف. جميل. الخلاف حقيقه لا يفسد في الود قضيه، وكما قلتي لا يسقط حب وعشق النادي. نربط هاد المسائل هادو دابا انت وانت ان شاء الله مقبل على المشاركه ديالك العالميه مره اخرى مثلا ثانيه. واش كاين مبادرات من الفرق انها باغا تحتضن يوسف الشريف كيف ما دارت فريق الرجاء؟ واش كاين هناك رؤيه مبكره لهذه المساله هذه؟ صراحه اكثر عام بعدا جاوني فيه العروض كان هو العام اللي فات من بعد الانجاز التاريخي باش نقول لك اللي كاين، ورفيوزيت كلشي بسبب الرجاء يعني، حيت كنت مسيني معاهم عقد وكنت باغي نزيد عام وباغي مازال نزيد نكبر بالفريق ونجيب شي لقب واحد اخر. وكنت رفيوزيت فراقي يعني كبار كيف ما نقدروا نقولوا مونبوليير الفرنسي ولا بزاف ديال الفرق فيا ريال، ولا فرق في ميريكان، فرق في كندا، فرق غالاطاساراي، بيشيكتاش يعني. ندمتي الحقيقه؟ اش غنقول لك صراحه من بعد المعامله اللي تعرضنا ليها كتحس بشويه ديال الندم، ولكن كتقول فيها خير يعني. اي حاجه وقعت فيها خير، وكتشوف بلي ضاعوا لك بزاف ديال الفرص ديال الاحتراف يعني احتراف برا المغرب اللي وكيف ما كنعرفوا هذا الاسبور مجال يعني اللي ما عندوش واحد العمر اللي كبير بزاف بحال اللاعب ديال الكره محترف وكذا يعني. ما كنشوفوش بزاف ديال اللاعبين محترفين بعد سن 30، دونك كتبقى شي حاجه اللي صراحه تحسرت عليها، ولكن فيها خير وان شاء الله مازال يجيو بزاف ديال الفرص واحد اخرين. ونتمنوا اننا من هنا لقدام نشوفوا بلوس دو بروفيسيوناليزم من ناحيه الانديه المغربيه. في اطار انك يعني هذه المساله ديال علاقتك بالرجاء، صحيح هو كاين تحسر من جانبك انه وقع هذا ما وقع، لكن كيف ما تنقولوا فيها خير. حنا الحمد لله الخير فيما اختاره الله. ان شاء الله نشوفوا يوسف الشريف باسم فرقه كبيره ان شاء الله تكون مغربيه ان شاء الله ما كرهناش. كاين الرجاء في المغرب كاين الرجاء في المغرب. الرجاء هي الفريق الوحيد اللي حاليا اللي باغي نلعب ليه، و كيف ما كان حيت هو الفريق اللي لعبت ليه دابا، ولكن الا كان ماش عرف، ولكن حاليا انا كنفكر غير في الرجاء. وإلا الرجاء مازال بغاو وكانوا مهتمين بيا فانا اول واحد غادي نبغي يعني هناك انفتاح من ناحيه بيان سور الفريق اللي كتبغي راه تبقى ديما تبغي. يعني اذا هذا نداء للرجاء. يوسف الشريف مستعد حاليا. نرجعوا شويه اللور. انا نبغي نعرف حقيقه، نبغي نعرف المسار ديالك. شنو القرار الصحيح اللي يوسف الشريف تيشوفو كون خداه واحد النهار كان ممكن يغير
وان كان دابا وصلتي لواحد النجاح الحمد لله اللي كبير، اللي كان يقدر يغير بزاف د الحوايج الكارير في البدايه ديالها او حاليا، يعني واحد لو با حققتيه درتيه نادم عليه، اللي او تتقول كون غير انني غيرته او شي حاجه موديفيت فيها ما كنتش غادي نكون حاليا، كنت غنكون في واقع احسن. آه، صراحة الندم ما نكذبش عليك، ما ندم على حتى شي حاجة، يعني كنعيش اللحظة باللحظة ديالها، واللي جات من عند الله مرحبا. باش نبقى نفكر في شي حاجة اللي دازت غير غادي كيف ما كنقولوا غنكتئب، يعني غادي تبقى تفكر في داك القرار، اش غادي توصل لواحد الدرجة ديال الاكتئاب باش قلنا راه يكون غادر، اش تبقى تحسر. والحمد لله راضي على اي حاجه طري لي الحمد لله دابا، حيت صراحه اي حاجه كنعيشها دابا ما كنتش انني كنتخيل شي نهار نوصل ليها، لان كتشوف راسك واحد الدري اللي كيلعب غير الالعاب الالكترونيه، اللي هو واحد المجال اللي ما عندوش واحد القيمه كبيره، ما عندوش واحد الاعتراف كبير في المغرب، ما عندوش بزاف ديال الحوايج في المغرب. مي اليوم الحمد لله ملي كتشوف راسك وصلتي لهاد الدرجه هذه، ف انا راضي على اي حاجه دازت واي حاجه كاينه دابا، كل الرضا الصراحه. نعم، نبغي نعرف حقيقه يوسف الشريف كيفاش واجه يعني داك البيك بون اللي امام المغاربه وامام انصار رجاء وكذا انصار رجاء. صحيح، يعني شفنا انا في حقيقه وصلتني صورتك من عند انصار رجاء، وعرفتها يعني في انستغرام وفي التواصل الاجتماعي، يعني فكان واحد الدعم كبير وكبير وقوي. كيفاش تفاعلتي معاه في وسط يعني الانجاز؟ واو، يعني فكرتيني في واحد الايام اللي واعره بزاف، مكنبش عليك، شي حاجه اللي كانت خياليه. ديجا انا ديك الساعه في كاس العالم ديال 2024 كنت مشيت نلعب لي كاليفيكاسيون، وملي تاهلت كنت اول مغربي في عالم الايسبور في التاريخ المغرب اللي غادي يقدر يلعب كاس العالم ديال الرياضات الالكترونيه في اللعبه ديال فيفا، اللعبه ديال كره القدم. دونك كانت شي حاجه اللي كبيره بزاف. وغير ذاك النهار، يعني نهار دزت كان واحد تما بدا الدعم خيالي من عند اللاعبين المؤثرين المغاربه، لعابه الدراجه، لعابه ديال جميع الفرق المغربيه عامه الصراحه، اللي كنحترمهم بزاف، ويعني بزاف منهم صحابي، لعابه ديال ليفار، لعابه ديال الوداد، لعابه ديال الفتح، لعابه ديال يعقوب المنصور. يعني عندي بزاف ديال الناس اللي كيشجعوني من العالم الرياضي، واللي كنحترمهم كاملين، وكنحترم جميع الفرق المغربيه كلهم عندي اعزاز. وبزاف ديال المغنيين، وكانوا بزاف ديال الحوايج اللي زوينين بزاف. يعني كتشوف بار اكزومبل على سبيل المثال شي مغني غير كتسمع ليه، نهار كدوز الكوب دو موند كتلقى انه مصيفط لك ميساج، راه كتحس بواحد الفرحه اللي كبيره. دونك كان واحد الاحاسيس اللي واعره بزاف. واش غنقول لك، يعني بزاف د اللاعبين هنئوني وكنت فرحان بزاف. ومن تما بدا التحفيز كيطلع اكثر واكثر. لغد لي كان عندي النهار الاول ديال مباريات كاس العالم جوج ديال الماتشات. الماتش الاول كان عندي ضد وصيف بطل العالم اللي ديال كاس العالم 2023، كان ماتش صعب بزاف كاول تجربه ديالي. دخلت الحمد لله ربحته، وبقات من تما بدات الحكايه، وبقات غادا ماتش بماتش حتى وصلت للدومي فينال الحمد لله. وكان واحد الانجاز تاريخي، والدعم ديال المغاربه عامه، يعني شفت واحد الدعم خيالي بانصار الرجاء الرياضي، وبجميع المغاربه في المغرب ولا برا المغرب، جميع الصحفيين. يعني كتشوف الصحافه كتبات عليك في الجورنال، كتب عليك. صراحه انا كبارساوي فرحت بزاف انني دخلت فقت لغد لقيت اشرف بن عياد كاتب عليا، حسيت بواحد الفرحه كبيره بزاف، ما نكذبش عليك. يعني واحد الصحافي اللي كان كيتبع ديما، كتشوفو كيتبع اخبار نادي بارسا وداك الشيء، كتشوف واحد النهار كتفيق كتلقاه كاتب عليك في كاع لي ريزو سوسيو ديالو. كانت واحد الفرحه كبيره. كتشوف الوالد ديالك مصيفط لك انه كاتبين عليك في الجورنال. كتشوف بزاف ديال الحوايج. صراحه كان واحد التغير جذري في حياتي صحيح. يعني. وفي هذه النقطه اسمح لي نقاطعك في هذه النقطه. يعني الانجاز ديالك في الحقيقه هو يعني جاني غريب شويه، هو تاريخي، ولكن يعني غرابه ديالو كتكمل في انه يعني حنا كمغاربه ما كناش كنتسناو. لان بالنسبه لي يعني ما كنتش واعي بانه راه كاينه واحد البطوله واحد، لا يعني بالنسبه لي جا عندي واحد الثقل. المغاربه كذلك يعني ما كانوش متبعين واحد النهار وبدا تدرج كاينه بطوله غادي نبداو نتبعوها، راه عارفين واحد، لا كنا ما عارفينش راه كاين شي حاجه راه واقعه في العالم. حتى جا نزل واحد الثقل كبير ديال واحد الشخص سميتو يوسف الشريف في المغرب، حتى ملي كنتبعوه ملي كنسهروا معاه كلنا. ففي حقيقه يعني زعما انا كمغربي زعما في حقيقه وتبع شويه الرياضه، لكن عموما الايسبور ما كنتش عارف انه راه واقع شي حاجه في العالم. فجاتني واحد زعما
حتى كميه التتبع عليه كانت قويه، في وسط الانجاز. ف صحيح انه تلاقيتي بناس، تلاقيتي معاهم، وقعوا بزاف د الحوايج يعني بيهايند سين كيف ما تنقولوا. تنرفزتي، تقلقتي، قلنا شويه على الاحداث اللي كانت وقعات تما، يعني اللي بصح يوسف شريف تقدر تكون باقا عنده ما اثرات عليه يعني وسط كاس العالم. وسط كاس العالم، صح، وسط الانجاز. اش غنقول لك، طراو بزاف ديال الحوايج. كانوا لحظات ديال الفرحه، لحظات ديال الاعصاب، لحظات ديال القلق، ولكن ما عرفت سبحان الله انا دوك الايام كانت عندي واحد الثقه. ما يعني نقدر نقول لك انا كنت خاسر ب 3-0 في 10 دقائق في الماتش ديال الويتيام فينال، وقديت نرجع ونربح ب5-4 في الدقائق الاخيره في برولونغاسيون. دونك غير باش كتشوف انك تقدر ترجع في الماتش من 3-0 راه شي حاجه اللي سموها اي سبور، يعني الشركه اللي كنلعبوا ليها تحت اسمها هاد التظاهرات. قال لك المستحيل ليس مغربيا، وكتبوا عليه باللي ذا بيست ماتش ايفر، يعني افضل مباراه في التاريخ. دونك كانت شي حاجه اللي كبيره بزاف، وكانوا لحظات اللي غوت فيهم. يعني كاين واحد لي فيديو اللي كانوا مشاو فايرال في ديك الوقت، بحال واحد لي فيديو اللي كنت كنسيليبري فيهم كنغوت، كانوا واحد لي فيديو ديال دموع الفرح وبزاف ديال الحوايج، لان كتشوف راسك عايش واحد الحلم اللي كنتي كتحلم به حياتك كامله. كنت كتشوف الناس كيلعبوا غير في يوتيوب وفي التلفازه، حتى كتشوف راسك واحد النهار عايش وسط داك الحلم، وكتشوف باللي المغاربه كاملين واقفين معاك، تليفونك ما كيسكتش من لي زابيل ومن المغاربه عندهم واحد الدعم خاص في ما واحد يمكنش. المكان مغربيه. ما يمكنش، يعني الدعم ديال المغاربه راه شي حاجه اللي خياليه. راه اي انسان في العالم كيدير اي رياضه ولا عنده اي موهبه غيحلم ويتمنى يكون عنده الدعم ديال الجمهور المغربي اللي كيشجعوا. يعني ملي كيشوفوا الرايه المغربيه كاينه كنشوفوا واحد الدعم اللي خيالي بزاف. صحيح. نبغي نرجع للماتش ديال دومي فينال، وانت داخل يوسف لو ماتش. صحيح ان راك داخل وغادي تواجه يعني الرقم واحد عالميا. شنو كان يعني واش كانت واحد الرغبه في الفوز، ولا كان يعني كان فقط تمثيليه غادي تكملها وصافي؟ صحيح كانت محاوله من يوسف شريف، لكن شنو كان داخليا، شنو كان واقع؟ هذاك الماتش انا كنت ديجا لعبت مع هذاك الخصم اللي هو اندرسون، مصنف رقم واحد عالميا. لعبت معاه في نوفمبر 2023 في لندن، وكان ربحني بزز ب3-2. يعني كان داك النهار كنت نقول ممكن تكون شي انتقاميه ولا شي حاجه، نتاقم مباراه انتقاميه. ولكن صراحه ما نكذبش عليك، كان واحد المصري لاعب معايا او ميم طون، وكنا بجوج وصلنا للكارت فينال. ملي تقصاو في الكارت فينال ودزت للدومي فينال، حسيت بواحد لابريسيون هبطات. اللي كتشوف راسك دابا كنعرفوا العداوه اللي كاينه ما بين المغرب، عداوه اخويه يعني رياضيه وبروح رياضيه ما بين المغرب ومصر. وخد داك اللاعب المصري صاحبي بزاف، ولكن ملي خسر حسيت بواحد الضغط هبط عليا بزاف، حيت كتشوف صافي راك اول افريقي دابا، راك انت الافريقي اللي طلعتي لبرا او ماكسيموم بالنسبه لجميع اللاعبين الافارقه، ودرتي واحد اللعيبه اللي مازال حتى شي افريقي ما دارها. يعني تما ملي شفت الاقصاء ديال الدري صاحبي اللي تاسفت ليه بزاف، ولكن حسيت بواحد لابريسيون هبطات بزاف. وصافي قلت دابا اللي جات من عند الله مرحبا بها، والحمد لله راه حققت كثر من داكشي اللي كنت خايب. و قلنا زعما راه اول عام، زعما تكون ديناها من اول عام راه ما غاتبقاش الحلاوه. دونك وصلنا للدومي فينال، بعدا دخلنا درنا الجهد، درت داكشي اللي خاصني ندير، حاولت نلعب ماكسيموم. ولكن الخصم ديالي كان في واحد المستوى اللي خيالي، كان ربح الكارت فينال ب8 والفينال ربحو ب7-0 والدومي فينال ربحو ب6-0. دونك كان في واحد النيفو اللي خيالي، ولكن ما كان عندنا ما نديرو. حاولنا، الخصم كان يعني كان في واحد النيفو اللي كبير بزاف، وتقبلنا الخساره وخرجنا من نصف النهائي بميداليه برونزيه كيف ما كنقولوا. وكان واحد الفخر كبير بزاف، واحد الفرحه اللي كبيره. جميل. اذا ندوزو للمحور اللي بعدو، هو اللي بغينا نهضر عليه في الحقيقه بزاف، هو يعني لا ريفولوسيون. يا اخي درتي ثوره في العالم المغربي. شفنا
العالم المغربي ما كانش يهتم كثيرا بالاي سبورت، خصوصا حنا الثقافه المغربيه ان الرياضه ديال كره القدم وي اللي عندنا يعني كدول العالم الثالث ما عندناش، ما فاتينش بزاف على هاد الرياضات، وي هذا التيب ديال الرياضات. فشفنا بعض الانجاز. شفنا انا كمتتبع للشأن العام يعني ما يقع في المغرب، شفت انا حاليا انتبهت للمساله انه وزاره الشباب والثقافه والتواصل وي يعني صريحا دارت انفستيسمون كبير بعد هذا الانجاز هذا. وي بعد الانجاز ديال مغربي واحد في 3 ايام داروا جا خلى الوزاره انها تانفيستي يعني في واحد الدومين اللي كبير وكبير ويتعرفوا عليه. دابا ولينا تنشوفوا دي زيديسيون ديال دي زيفينمون تيكونوا تيتعرفوا فيهم على الاي سبورت كيفاش كيتلعب. ف يعني هاد الانجازات واش حاليا ما عرفتش واش مستمره ولا لا، وكيفاش تفاعلتي مع هاد الانجازات؟ واش كنتواصل الوزاره مع يوسف شريف؟ يعني كان تفاعل رسمي كذلك بعد الانجاز، يعني رسمي من هيئات وطنيه من الدوله؟ صراحة من بعد هذا الإنجاز واش نقولوا اللي كاين، يعني تلقيت زيرو دعم، زيرو حاجة رسمية من يعني هاد الجمعيات هادو اللي كتهضر عليهم سواء وزارة ولا أي حاجة أخرى. ما كان حتى شي دعم، ما كان حتى شي حاجة. يعني حتى أنا استغربت الصراحة فاش كتشوف استغربتي؟ صراحة، حيت كتشوف راسك أنك يعني سيلف ميد كيف ما كنقولوا، داكشي درتيه لراسك واحد المجال اللي ما مأطرش كاع في المغرب، اللي ما عندك فيه حتى شي مساعده وحتى شي دعم. كتلقى راسك وصلتي لواحد المرتبه اللي كبيره بزاف، كتقول ربما دابا راه غادي يكون واحد النهضه وشي واحد غادي فهمتي غادي يتقرب منك ويدعمك وتشوف بزاف زعما شي واحد يعاونك. فللاسف ما كان حتى شي دعم. الحمد لله اي حاجه درتها لراسي ومازالش لدابا كنستمر باي حاجه كنديرها لراسي. رغم انك خلقتي واحد الارض خصبه يعني في العالم اكزاكتومون المغربي. الحمد لله. يعني هادشي كيبقى في خدمه الشباب، واهم حاجه اننا عطينا الشباب المغربي واحد الانسبيراسيون. الحمد لله هادشي اللي كيقولوا لي الناس والاباء، كيقولوا لي ما كناش كنخليو ولادنا يلعبوا هادشي، مي اون فوا شفنا كنت درتي هاد الانجاز فراه ولينا كنخليو ولادنا يلعبوا. الدراري الصغار كيجيو يهضروا معايا يقول لي انت راك انسبيراسيون بالنسبه لينا، انت راك واحد القدوه كنشوفوها بغينا نوليو بحالها. يعني صراحه غير هادشي بركه عليا، والحمد لله اننا غاديين سيلف ميد. وكنبغي نشكر التيم اللي خدامه معايا، اسامه بو عبد الله والكوتش سعد باسي الماناجر والناس كاملين اللي خدامين معايا، حيت بلا بهم كانت غادي تكون المهمه صعيبه بزاف. يعني ملي كتشوف زيرو دعم راه فريمون زيرو دعم. الحمد لله دابا راه هاد الشهر الاخر ديال هاد الشهر غادي نكون كملت اللعب في 4 ديال القارات و10 ديال الدول اللي هزيت فيهم الرايه المغربيه. وديما فيما مشيت هز معايا الرايه المغربيه في الشكاره ديالي، كنمشي انا والمانيطه والرايه المغربيه دايره في الشكاره، وكنهز كندير صاكي في كتافي وكنمشي نجول العالم باش نلعب هاد الرياضه هادي. ولكن مالوروزمون ما شفنا حتى شي واحد القليل ديال الدعم ما شفناش. كاين الحمد لله على كل حال. كنبغي نشكر لي سبونسور، يعني بلا هاد لي سبونسور كانت غتكون حتى هي المهمه صعيبه بزاف اللي تاقوا فيا اورانج وريد بول على الدعم ديالهم، وصراحه اي واحد عاونني. ولكن كتبقى اهم حاجه واكثر حاجه اللي عاوناتني ودعماتني هي السبور ديال الجمهور المغربي عامه. يعني بلا به ما نقدر نقول لك ما كنتش غادي نقدر ندير والو. غير لو فيت ديال انني نشوف دوك لي ميساج اللي كيصيفطوا ليا، فراه كنت كتزادني 1000% ديال الطاقه اللي عندي باش انني نزيد نكمل في هادشي ونبقى غادي خطوه بخطوه. والحمد لله كيف ما قلت سيلف ميد، يعني درت كلشي راسي براسي، والحمد لله ديما غنبقى داير كلشي راسي براسي. والا جا شي دعم مرحبا به وما كرهناش. في الحقيقه يحز في القلب انه طاقه بحال يوسف شريف حاليا يعني وصل الانجازات التاريخيه في المغرب، ولا اول مره غادي توقع انه زعما تكلم بهذه الطريقه على الدعم الرسمي. بخصوص يعني نبقاو في لو دومين ديال الاي سبورت وفي المغرب كذلك. واش يعني رغم الدعم ديال يوسف شريف الشخصي، يعني واش كاينه واحد التطور شويه بعد الانجاز؟ يعني هناك يعني شفنا انه بطوله بدات قبل على ما اظن ما كانتش. شفنا كيما قلت لك واحد الفيستيفال بشي فيستيفال كان تيكون راه ولا تيدير دابا. يعني واش كاين مبادرات؟ صحيح على ما اظن كاين تطور ثقيل، لكن واش كاين واحد ما بقاش ضبابيه على ما بيان اظن في سور الدومين في المغرب؟ بيان سور. وكيبقى الصراحه اكبر حاجه كنفتخر بها هي انني قديت نجيب لبلادي يعني مكان كيأهلك نيشان لكاس العالم.
يعني اترافير البطوله الوطنيه من بعد الانجاز ديالي اللي قدرت نوصل للناس في النهائي ديال كاس العالم، اوتوماتيكمون المغرب تعطاه مكان مباشره الى كاس العالم بعد ما كان عندنا مكان فقط في الاقصائيات. الحمد لله مع الانجاز ديالي ولا عندنا مكانه مؤهله نيشان لكاس العالم ديال اي اف سي ولا فيفا. دونك كتبقى هذه شي حاجه اللي كبيره بزاف، والحمد لله مع الوقت ولينا كنشوفوا بزاف ديال ليزيفينمون كبار كيداروا في المغرب، بزاف ديال المعارض اللي كيداروا على الاي سبور كيف شفنا الام جي اكس اللي هي واحد المبادره جايه من عند الوزاره ديال الثقافه والشباب وبالدعم ديال بزاف ديال الوزارات واحد اخرين وتحت الرعايه الساميه صاحب الجلاله الملك محمد السادس. كتبقى شي حاجه اللي كبيره بزاف. دونك مفتخرين بزاف اننا نشوفوا هذا التطور هذا، وان شاء الله ديما نبقاو نشوفوا المغرب غادي في واحد تصاعد في هذا المجال، حيت كنشوفوا باللي هذا المجال من القدام سي واحد المجال اللي كبير بزاف وواحد المجال ديال المستقبل. جميل. بالطبع يوسف الشريف في لعبو في كل شيء دائما عنده لحظات، يعني طبيعة اللعبة فيها أحاسيس، فيها يعني واحد الفيلين كبير من جميع الرياضات متميزة بهذه المسألة هذه. فبالطبع هذا اللاعب ديالنا التاريخي اللي نتمنى هذه الإنجازات ان شاء بالطبع الله. تطال جميع المجالات، الصحة والتعليم وكذلك بيان غيرها. سور. نرجع لهذه النقطة هذه. أنا متأكد أنه يوسف الشريف وانا شفته انك يعني تستي من دي طومبيت في التجارب ديالك ومواقف بصح اللي ما غاديش تنسالك وغتبقى محفوره في دماغك. شفنا الديمي فينال الاسطوري مع كونتر الجيش حتى لاخر لحظه. كاين لحظات دزتي فيها في هذا العالم ديال الاي سبورت عطاتها لك ما غاديش تنساها، نبغيو نعرفوها. وكيف ما قلتي كيبقى ماتش ديال الرجاء ضد لي فار في الدومي فينال ديال البطوله، واحد الماتش اللي كبير بزاف كلاسيكو المغرب. وكنا خسرنا الماتش الاول، كان ايمن خسر الماتش الاول وانا ربحت الماتش الثاني. والماتش الثالث ديال المرور النهائي كنت لاعب ضد الصديق ديالي انس، وبعد ما كلشي كان كيظن ان المباراه انتهت والمعلق براسو قال صافي سير الماتش اقصاء نادي الرجاء، وجاتني واحد الكره اللي استغليتها باحسن طريقه، ماركيتها في الدقيقه 93 بواحد اللوب. وكانت صراحه لحظه تاريخيه هذه. كيف كنعرفوا كمحبين ديال الكره اون جينيرال راه كيبقى ماتش ديال الرجاء ولا فار واحد الماتش اللي عنده واحد النديه كبيره وواحد يعني الا ما كانش واحد من اكثر لي ماتش اللي كيتبعوه من الناس على القاره الافريقيه وعلى مستوى المغرب. دونك كيبقى الكلاسيكو ديالنا وماتش اللي كان صراحه واعر بزاف، حيت عشت فيه واحد الاحساس واعر ديال الهدف في الدقيقه 93. ومع احتراماتي لجميع جماهير نادي الجيش الملكي اللي فيهم صحابي واللي فيهم الدراري بزاف كنعرفهم، اللي فيهم لاعبين كنعرفهم، اوتور كنعرفهم. دونك كانت واحد النديه اللي زوينه انك كتشوف واحد التنافسيه واعره، وسورتو ان اللاعبين اللي كانوا في نادي الجيش الملكي بجوجهم صحابي بزاف، صحاب مقربين ديالي. دونك الماتش كان في واحد الاجواء اللي واعره بزاف. ونتمناو يعني كيف ما داز هذا الماتش ديال بطوله، يعني واخا كان غير ماتش يعني الكتروني، ولكن ما كرهناش نوليو نشوفوا واحد الاجواء اخويه في هذه المباراه هذه في الحقيقه، وما بغيناش نشوفوا يعني كافه من الشغب وداك الشيء، لان صراحه حنا كاملين مغاربه وجمعنا حب ديال الكره، كل واحد الفريق اللي كيبغي. ويعني والله الا انا الصراحه ملي دوزت هاد الاكسبيريونس ديال البطوله وكنشوف لوغو ضد لوغو، فريق ضد فريق، اللي كنشوفوا بعض المرات كيوقعوا بيناتهم شي مضايقات في الحقيقه وداك الشيء. ملي كنشوفوا بحال هاد الماتشات كيتلعبوا في واحد الاجواء اخويه، في واحد لونطوراج اللي نقيهم كاين بزاف، يعني صحابك حداك وكتفكر في الخصم ديالك قبل ما تفكر في راسك. وصراحه كتكون واحد الاجواء اللي زوينه. وهذا هو الهدف ديالنا، نشوفوا ديما الرياضه ديالنا والكره ديالنا غادا للقدام. وتحياتنا لجميع الفرق المغربيه عامه من الدرجه الاولى حتى الهوات وتحت من الهوات. كذلك كانت هناك لقطات نبغي نذكر بها ديال يعني مع مناوشات في الارض الالمانيه في برلين، مع مناوشات صحيح انسان يعني تيتنرفز بواحد اللحظه. لذلك يعني التفوق ديالك على ابو مكه اللي انا ما كنتش حقيقه متوقع ديالو. فهاد اللحظات هذه خصوصا داك المناوشه زعما
خدات فايرال شويه وزعما في وسائل التواصل الاجتماعي. الصراحه الماتش ديال ابو مكه هذاك ما يمكنش. نقدر نقول لك راه واحد الحاجه اللي بنادم ما غيتيقاش. يعني انا مورا ملي دخلت للسعوديه، واحد البوليسي اللي كان كيطبع لي باسبور في الديوانه في المطار ديال الرياض قال لي واش انت هو اللي ربحتي ابو مكه. وصراحه واش كتشوف القضيه وطلعت عند البوليس ديال السعوديه قلت له راه انا في الاخر ما خدام معايا لا كونطرول لا والو، دوزني النيشان قال لي تبارك الله عليك وكذا. يعني شريتي هذاك البوليسي دابا؟ وي شريتو. صراحه كانت عجبني الحال بزاف. وداك الماتش انا ابو مكه كان في 2024 قصاني من التورنوا في السويد، كاس العالم في السويد، قصاني من كاس العالم في لندن. كان هو اللي يعني اكثر خصم كيكونطري اللعب ديالي واكثر خصم كان ربحني داك العام هو ابو مكه. انا ملي كنت انايا في المغرب كنت كندوي مع لونطوراج ديالي كنقول لهم راه غنمشي نلعب ولكن طاح ضد ابو مكه، راه ما عندي ما ندير، راه الغالب الله. راه الصراحه هو واعر كنتي بزاف. كتقولها من هنا. كنت كنقولها من هنايا وكنت كنقولها حتى تما. حتى الدراري اللي كانوا معايا، الكوتش، الدراري صحابي اللي كانوا معايا تما في برلين، كان بعض التخوف من ذاك المباراه، لان كان واحد الخصم اللي كان دخل ضده وانا ديجا مونطالمون عارف انه ربحني جوج ديال المرات الاخرين متابعه. كيكون واحد شويه ديال الارتباك النفسي. كان واحد التخوف. حتى حنا كنا كنقولوا راه ربما من نلعب مع ابو مكه تما غادي تكون نهايه هاد الرحله في كاس العالم. انا مازال عاقل 10 دقائق قبل الماتش جاو عندي الدراري صحابي والكوتش والماناجر ونقول لهم الدراري راه اليوم 10 دقائق كنسمع موسيقى. قلت لهم شوف راه غندخل غنماركي البيت الاول الثاني والثالث والرابع. ما عرفتش كيفاش نزلت عليا هاد اللعيبه هادي، دخلت ماركيت الاول الثاني الثالث الرابع وانا نربحوا ب4-1 في الاخر. كانت الصراحه واحد فرحه خياليه. بكيت ذاك النهار حيت كنت كتشوف شي واحد اللي امبوسيبل زعما ديما كيربحك كتقول امبوسيبل نربحو. ولكن من مورا داك الماتش انا بديت كنامن بلي راه كلشي مستحيل، كلشي ممكن في هذه الحياه هذه. ثقها في راسك، راه والله ما غيحبسك شي واحد. صحيح. ندوز للمساله اللي ذكرتي ديال لو كوتش. انا في الحقيقه علاقتك بين انت ولو كوتش ديالك كانت متميزه، خصوصا في البطوله، جميع البطولات وخصوصا في كاس العالم. انا خيلته كاع واحد من عائلتك. علاقتك مع الكوتش فوقاش تعرفتوا، فوقاش بدا معاك يعني التحضيرات؟ هو صراحه اسامه واحد الانسان اللي مقرب ليا بزاف. يعني راه كان بحال خويا الكبير. ومن ديما يعني من 2020 وانا وياه كنلعبوا غير اونلاين. يعني هكا بدات القصه. تعارفنا في واحد الكوميونيتي مغربيه ديال اللعب ديال اللوجو ديال فيفا سميتها البرو كلوب. من تما في هاد لاكوميونيتي هادي تعارفت انا واسامه. كان هو كوتش ديال واحد الفريق. يعني كان واحد المود فيفا اللي كيتلعب 11 ضد 11. يعني كل واحد كيتحكم باللاعب ديالو. وديك الساعه كان الكوتش ديالي اسامه كان هو المسؤول على داك الفريق، واحد الفريق اكس بروجيكت اللي كنوجه ليه التحيه من هنا، اللي كان اول فريق ديالي. كانوا عجبوه القدرات ديالي وقال لي جا دوا معايا واحد النهار قال لي انت راه كتلعب مزيان وداك الشيء وصافي. ومن تما بدات القصه ديالي انا وياه. موراها بدات صافي تعاشرنا انا وياه بزاف كيف ما كنقولوا. ولينا ديما كنهضروا كل نهار. جمعتنا واحد العلاقه اخويه وعلاقه صداقه. ومن تما بدات الحكايه. وكان كيكوتشيني ديما يعني صراحه في كاع لي طورنوا اللي كانوا عندي كنت اونلاين. وديما كان معايا. ديما كان يعني من بعد الخساره كيصبرني وبزاف ديال الحوايج. ونهار هو مقيم بالديار الالمانيه. ونهار كان عندي تورنوا في الالمان فديريكتومون كان عندي واحد الكوتش يعني كان كيخدم معايا. مي ديريكتومون عرفت باللي التورنوا غادي تكون في الالمان. قلت لساموس راه هادشي كامل اللي دوزنا يعني غادي نخرجوا في التورنوا هذه وبغيتك انت اللي تكون معايا. الحمد لله فجا عندي ساموس، هي الاسم ديالو المعروف به هو ساموس. جا عندي والحمد لله قدينا نديروا واحد الانجاز تاريخي. فالحضور ديالو كان مهم بزاف، عاونني في اللحظات اللي كنت طايح فيهم طلعني. والحمد لله ان الحكايه معاه مازال مستمره. وان شاء الله نضرب لكم موعد هاد الاخر ديال الشهر في اتلانتا اللي غيكون معايا ساموس ان شاء الله. ان شاء الله. نتمنى تكون شي نتيجه زوينه. صح. نمروا لاخر سؤال للاسف. الوقت يداهمنا السي يوسف. وانت دابا داخل على ثاني مشاركه عالميه اللي في الورلد كاب ان شاء الله الجايه، اللي غادي تكون قريبا على ما اظن. صراحه ماشي ثاني مشاركه عالميه، ما نقدر نقول لك هذه غادي تكون هي
جوبونس خامس مشاركه. خامس مشاركه عالميه، نعم. انا في الحقيقه مشاركه عالميه اقصد بها زعما كاس العالم، لكن مزيان صحيتي لي. وانت داخل على هذه المشاركه كذلك اكبر مشاركه واكبر حدث الكتروني. شنو انتظاراتك منها؟ صافي تقول شنو انتظاراتك منها صافي. يوسف شريف شنو اقصى حاجه باغي يوصل ليها في هذه المنافسه هذه؟ الدعم، عندك دعم كبير، عندك كوميونيتي، كما قلنا قبيله عندك ايكيب تقدر تحتضنك، عندك دي سبونسور. فيوسف شريف شنو كيتسنى حاليا من شنو كينتظر من هذه المنافسه؟ ان شاء الله هاد التظاهره الكبيره اللي غادي تكون في اتلانتا، بالرغم من انني غادي نكون اول مغربي غادي يشارك في شي كاس بحال هادي على في الطياره الامريكيه اللي كتكون اللي كتبقى شي حاجه كبيره ديما. نتمنى اننا نحققوا افضل نتيجه ممكنه، فكيف ما حققت بزاف ديال النتائج اللي يعني كبار قبل، نتمنى تكون هذه المشاركه هذه فيها خير، ونسترجعوا ذكريات برلين وذكريات لندن وذكريات بزاف د المشاركات اللي دازوا، ويكون شي انجاز اللي كبير بزاف. ونتمنى اننا علاش لا في الاخر ديال هاد المسابقه اللي غيكون في جونفي 2026 نجيبوا اول لقب الكتروني عالمي لهاد البلاد ان شاء الله المغرب، ونفرحوا جميع المغاربه ونعولوا عليك ان شاء الله. هذا هو الهدف اللي كيبقى اكبر حلم هو هذا، وان شاء الله نرسموا الابتسامه ولا تكون ابتسامه قليله وما هاد الظروف اللي كنعرفوا اللي كنعيشوا الصعيبه دابا، والله يدير شي شاول ديال الخير، ونتمنى ان شاء الله نسترجعوا الايام الجميله. يوسف شريف شكرا لك على قبول الدعوه. مرحبا. شكرا لكم متابعينا على قناه ستاديو، نتلاقوا في الحلقه الجايه. شكرا لك. الله يحفظك. عييتي؟ لا صافا. اي عييت انا كلشي عليك. ها 46 دقيقه مزيان. 46 اي كذبت عليك.